هل ممكن تبني مدينة من غير أرض، ومن غير مَيَّة عذبة، ومن غير شوارع؟ آه، في الحقيقة المدينة دي موجودة بالفعل. أنت كده وصفت فينيسيا. في سنة 452 ميلادية الناس كانوا بيهربوا من قبائل الهون، فهربوا على جزر مليانة طين وسط البحر الأدرياتي. الأرض كانت طرية جدًا لدرجة إنك ما تعرفش تمشي عليها، فغرزوا خشب طويل جدًا في الطين لحد ما وصل للطبقة الصلبة تحت. غطوا القواعد دي بخشب وبعدين حجر، وبكده بقى عندهم أساس متين يبنوا عليه. ولأن الخشب ده تحت المَيّة عمره ما عفن، ولسه شايل المدينة لحد دلوقتي. في الأول البيوت كانت من الخشب، بس الحرائق خلتهم يحولوه لطوب وحجر، وكانوا بيبنوا البيوت من 3 أدوار بس، وبمونة مرنة ومرابط حديد عشان تفضل ثابتة. ولما كانوا عايزين يربطوا الجزر ببعض بنوا كباري، أشهرهم كوبري ريالتو، بيتبنى عليه 12,000 عمود خشب، واتحط عليه أكتر من 10,000 طن حجر، ولسه واقف لحد النهارده. والشوارع مفيش، القنوات المائية بقت هي الشوارع، والناس والبضايع كانوا بيتنقلوا فيها أسرع من المدن العادية. فعملوا في الساحات الكبيرة مجمعات مية مطر، وكانت بتتصفى وتنزل على الآبار تحت الأرض، وكان عندهم أكتر من 600 بير بالشكل ده. طب الصرف، بنوا أنفاق بتمشي الفضلات وبتنزلها في قنوات. المد والجزر اللي بيجي مرتين في اليوم كان بيغسلها كلها، والمية المالحة كمان كانت بتعقمها. دي فينيسيا، مدينة اتولدت من الفوضى، بس اتبنت بعبقرية ولسه واقفة بتتحدى الزمن. هل عمرك زرت فينيسيا قبل كده؟ قول لي تجربتك في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.